دائما النفس تحتاج الى التذكرة، ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فتعالى معي في هذه اللحظات إلى الموعظة الحسنة من باب قول الله جل وعلا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. تعالى معي إلى الموعظة. اعلموا آبائي وأسيادي أن كل بداية ولها نهاية، وكل أول وله آخر. فكل إنسان يعلم جيدا أين ولد وأين يعيش، ولكن لا يعلم أي أحد متى يموت ولا أين يموت ولا أين يدفن. خطى كتبت علينا مشيناها، ومن كتبت عليه خطى مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت بأرض سواها. ويا سبحان الله، كل إنسان له نهاية. فاللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، ونسألك حسن العمل. وتعالى معي إلى رسول الله وهو يبين لنا أن الأعمال بالخواتيم. رجل كافر أعرج. أنا عايزك توحد وتخلي بالك من الأول، لأن الأول لها آخر. رجل كافر أعرج، والحديث صحيح، الحديث صحيح للي عايز يرجع له. أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أرأيت أن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله، وقاتلت وقتلت، أأدخل الجنة؟ السؤال واضح. هذا رجل لا يدين بدين الإسلام، وضع للنبي صلى الله عليه وسلم معالم. أرأيت لو شهدت أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله، وقاتلت وقتلت، أأدخل الجنة؟ قال له رسول الله: نعم. فما كان على الرجل
إلا أنه دخل في الإسلام، نطق بالشهادتين، ثم دخل في صفوف المقاتلين، ثم دخل في صفوف المقاتلين فقتل. فلما قتل وقف عند رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لقد دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة. هذه نهاية عظيمة. لقد دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة. إنها حسن الخاتمة. شكر الله سعيكم لله عز وجل. سمعوني الصلاة على الحبيب. تعالى إلى أمر آخر. سمعنا الصلاة على النبي. رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو انت يا ابن آدم ممكن تتسبب في شيء يرفعك، وممكن تتسبب في شيء يضيعك. رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مر النبي يوما من الأيام فوجد رجلا مقتولا. واحد مقتول. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل؟ الحبيب يسأل: من الذي قتل؟ قالوا: يا رسول الله، سطى على الغنم فقتله كلب الغنم. نعم. يا جماعة مفيش ثواني الا بعد صلاة المغرب عشان خاطر في ناس ياما صايم. وحد الله، قل لا اله الا الله، وخلي بالك من الاول لان الاول يا اخي. رسول الله يسأل: من قتل؟ قالوا: يا رسول الله، سطى على الغنم فقتله كلب الغنم. عايز يسرق شاه فقتله كلب الغنم. ماذا قال النبي؟ قال 3 كلمات: قتل نفسه وأضاع ديته والكلب خيرا منه. انا عايزك توحد الله. انظر كيف وضع نفسه بالمعصية في هذه المنزلة. قال صلى الله عليه وسلم: قتل نفسه وأضاع ديته والكلب خيرا منه. فالإنسان ربما يفعل فعلا يرفعه ويرفع وآخر يخفضه. ولذلك أنا عايزك توحد. من سبقونا بالإيمان؟ قالوا لنا: سل الفضل أهل الفضل ولا تسأل لئيما ربى في الفقر ثم تحول. يعني لما تيجي تسأل
اسأل انسان عنده مروءة، اسأل انسان كريم، لان طعام الكريم دواء وطعام البخيل داء. الانسان البخيل لقمته تمرضه، لان البخيل بيعزم عليك بس انت ما انتش سامع. انت عارف البخيل قلبه بيقول ايه؟ بيقول متكسر ما تاكلش وسليم ما تكسرش وكل ما تشبع. انا عايزك توحد الله، ده هو كده على عايزك تاكل لا سليم ولا متكسر. ما هو بيقول لك اهو متكسر ما تاكلش وسليم ما تكسرش وكل ما تشبع. فإياك وطعام البخيل، فطعام البخيل ده. علشان كده سل الفضل اهل الفضل. لما تيجي تقصد انسان اقصد صاحب المروءة الكريم الذي يقدر الناس، الذي ينزل الناس منازله، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. في انسان حاقد حاسد، حتى لو انسان معاه شهادة مش عاوز يقول لي يا استاذ، مستخسر فيه كلمة يا استاذ. لو واحد عالم مستخسر فيه كلمة يا شيخ. ولذلك سل الفضل اهل الفضل ولا تسأل لئيما ربى في الفقر ثم تحول. فلو ملك الدنيا كلها تذكره الايام بما كان اولا. انا عايزك توحد. شكر الله سعيكم للي عاوز يتفضل. معنى هذه الابيات سل الفضل اهل الفضل ولا تسأل لئيما ربى في الفقر ثم تحول. جدتي وجدتك زمان كانوا بيقولوا مثل، كانوا بيقولوا الله يكفيك شر اللي شبع بعد جوع. كانوا بيقولوا كده، الله يكفيك شر اللي شبع بعد جوع. هو دي سل الفضل اهل الفضل ولا تسأل لئيما ربى في الفقر ثم تحول. ما كانش حيلته حاجة وربنا عطاه، واول ربنا ما عطاه راح عامل كده. لما كنت كويس، لما كنت ماشي حلو، فلو ملك الدنيا كلها تذكره الايام بما كان اولا. فاوعى النعمة تغيرك، اوعى الفدادين تغيرك، اوعى الاولاد تغيرك، اوعى السيارة اللي انت راكبها تغيرك. بدل ما انت قاعد عدل تطلع دراعك من الشباك، وبدل ما تقول للناس السلام عليكم تقول له طاط طاط. طب اللي انت بتقول له طاط طاط هو هيقول لك ايه؟ ما معهوش عربية عشان يرد عليك. انا عايزك توحد الله وتسمعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. زمان قالوا الغني لو افتقر يقعد 40 سنة غني.
خلي بالك من الحتة دي. الغني لو افتقر واحتاج يقعد 40 سنة وهو غني، لانه ضارع على العيش. هتلاقيه يلبس نظيف وياكل نظيف ويعامل الناس كويس، لانه هو تربى على هذا الامر. اما الفقري لو اغناه الله يقعد 40 سنة فقير. هو ربنا اداه بس مش هين عليه. انا عايزك توحد الله. ماسك ربنا فتح عليه وعطاله وهو بخيل، يقعد 40 سنة فقري. يمكن ما تعرفش تشرب عنده كوباية شاي. ليه؟ لانه احب المال وتحبون المال حبا جما. سمعنا الصلاة على رسول الله. هناك قصة نأخذ منها الموعظة بعد ما سمعنا الصلاة على رسول الله. كان فيه امرأة اسمها ام جعفر، بس خلي بالك من الاول لان الاول عشان تعرف انها مش بالشطارة ولا بالذكاء، لا والله، مقسم الارزاق هو الله. العلماء قالوا عن سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم كانت الولائم بتاعت سيدنا سليمان كل يوم للملأ بتاعه 50,000 ناقة من الإبل و5,000 بقرة وكام شاه الله أعلم، ما لا يحصى عدده. ده في الايه؟ في اليوم الواحد. شوف ربنا اداله ملك قد ايه. ولذلك انا عايزك تسمعنا الصلاة على النبي. بيقولوا ان الهدهد مزح مع سيدنا سليمان. هدهد سليمان بيضحك مع سيدنا سليمان، فبقول لسيدنا سليمان في يوم ايه؟ بقول له يا نبي الله انت في ضيافتي انت والملأ يوم كذا. انت هتضحك على نفسك ولا ايه؟ اذا كان سيدنا سليمان بيذبح كل يوم 50,000 ناقة من الإبل و5,000 بقرة ومن الاشياء ما لا يحصى عدده. جاي انت يا هدهد تقول له انا عازمك انت والملأ في اليوم الفلاني؟ فسيدنا سليمان قال له ماشي طالما هتقدر خلاص. يعمل ايه الهدهد؟ اكرمك الله اصطاد جرادة. انا عايزك توحد. اصطاد ايه؟ جرادة. وامسكها ورماها في البحر وقال من فاته اللحم فعليه بالمرق. انا عايزك توحد الله، تقول لا اله الا الله. ما هيعمل ايه بقى؟ هو هيطلع نفسه ازاي؟ مسك الجرادة رماها في البحر وقال من فاته اللحم فعليه بالمرق، يعني اشربوا من البحر. وهم لو شربوا من البحر مش هيخلصوه. سمعنا الصلاة على رسول الله. شكر الله سعيكم للي عايز يتفضل. صل على رسول الله. نرجع لموضوع ام جعفر عشان تعرف ان هي مش بالشطارة ولا بالذكاء، ولكنها ارزاق وزعها الله كما قسم بينكم اخلاقكم قسم بينكم ارزاقكم. ام جعفر كانت من الاسخياء، كل يوم تطلع شيء لله فالناس عرفوها. واحنا دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه
بنشوف يعني نرى هذه الصور، جماعة من النساء قاعدين في شارع من الشوارع. ليه؟ فلان هيذبح ذبيحة وهيوزعها، فهم مستنين ياخدوا العطاء. فكذلك ام جعفر كانت مشهورة بالصدقات. ففيه يوم واحد اعمى وصاحبه اعمى، الاثنين فاقدين البصر. جلس رجلين اعميين على طريق ام جعفر مستنين ايه؟ الصدقة والعطاء. واحد منهم كان توكله على الله، والتاني مستعجل شوية. انت فاكر القصة بتاعت سيدنا علي بتاعت لجام الفرس؟ لما جه سيدنا علي يصلي ووجد شابا امام المسجد، فقال له امسك علي بغلتي، امسك البغلة دي لغاية ما نصلي. هو دخل يصلي والشاب راح قالع اللجام من الفرس واخذه وتركها. فسيدنا علي طلع لقى الراجل سرق اللجام ومشى. يا سبحان الله، يعمل ايه سيدنا علي؟ اعطى غلامه درهمين وقال له روح اشتري لي لجام. سيدنا علي كان ناوي يدي الراجل اللي حرس له الفرس قد ايه؟ درهمين. هم فداهم لغلامه وقال له روح اشتري لجام. فالغلام نزل السوق لقى الحرامي ببيع اللجام، اشتراه منه بقد ايه؟ بدرهمين. ما هو ده عدم الصبر، هذه عدم الصبر وعدم القناعة والرضا. هو اشترى اللجام ورجع بيه. سيدنا علي قال الله ده هو اللجام ده بتاع بغلتي. ثم قال الموعظة، قال يا سبحان الله، لو صبر لأخذ رزقه حلالا ولكنه لم يصبر فأخذه حراما. أنا عايزك توحد الله، فلازم يكون عندك صبر، لازم تطول بالك. علشان كده سيدنا علي قال كلمات ليتنا نحفظها. قال الرزق على صاحبه، العبد على رزقه حائر، ولم يدر العبد ان الرزق على صاحبه دائر. انت بتدور عليه، ده هو اللي بيدور عليه. فلو سكن احدهما التقى الحائر بالدائر. سمعنا الصلاة على النبي. نشوف بقى موضوع ام جعفر عشان نختم. سمعنا الصلاة على رسول الله. رجلين اعميين جلسا على طريق ام جعفر مستنين ايه؟ العطاء والصدقة. واحد منهم رفع ايده وقال اللهم اعطني من فضلك. يبقى طلب من مين؟ من الله. الاعمى الثاني مستعجل شوية قال اللهم اعطني من فضل ام جعفر. يعني وانا عاوز من الموجود ده خلاص، من الجاهز ده. هم الاثنين طلبوا من فضل الله، بس واحد عاوز من اللي عند ام جعفر والثاني طالب من فضل الله. فام جعفر سمعت الدعاء، ولما علمت كانت بتدي لهم ايه بعد ما توحد الله؟ طالب فضل الله اللي هو الاولاني كانت بتبعت له رغيف
ومعه دجاجة وحطاله في الدجاجة 10 دراهم. جاية كده زي انت ما بتحشي اكرمك الله لحم الدجاج، حطة 10 دراهم علشان ما حدش يشوفه. وطالب فضلها كانت بتديله 10 دراهم. انا عايزك توحد الله. يبقى هنا في فرق في العطاء. يعني واحد لما ياخد رغيفين ودجاجة وما يعرفش ان الدجاجة فيها 10 دراهم، ولكن لما تبص للي قبض 10 دراهم، ده 10 دراهم يجيبوا كم رغيف ويجيبوا كم دجاجة. فهم لما استلموا العطاء قاعدين في ريح بعض. ما هو الطماع محروم، خلي بالك من دي، الطماع محروم، واحنا بنقول الطماع قوموا شوية. فواحد بيقول للتاني هي عطيتك ايه؟ قال له والله عطيتني 10 دراهم. قال له الصدق ما عطتنيش الا رغيفين ودجاجة. قام طالب فضل ام جعفر عاوز يسرح بالتاني ياخد منه 10 دراهم. قال ما تدبر له بقى تقديره ناخد منه 10 دراهم دول. قال له ايه رايك انك عندك عيال وانا ما عنديش، ما تاخد لعيالك الدجاجة والرغيفين وتديني انا 10 دراهم، ده انا بطولي الواحد. فالراجل الثاني سليم الضمير قال له يا عم مش هتفرق معي. فتبادلا، دي خد عطية دي ودي خد عطية دي. طالب فضل الله خد الرغيفين والدجاج، محدش يعرف ان الدجاجة فيها 10 دراهم. وطالب فضل ام جعفر خد 10 دراهم. لما روحوا البيت فتح الدجاجة لقى فيها 10 دراهم. بالرزق ساقه الله اليه. قعدوا على كده 10 ايام. فام جعفر بعتت لهم بتقول ايه؟ مش هنقول لك ايه الا بعد ما توحد. قولوا لطالب فضلنا اما اغناك عطاؤنا. يعني احنا شايلين لك 10 دراهم في الدجاجة، انت ما كفاكش ولا ايه؟ قولوا لطالب فضلنا اما اغناك عطاؤنا. فراحوا قالوا له ام جعفر بتقول لك كذا. قال هي كانت بتديني ايه؟ ده هم رغيفين ودجاجة وكنت مديهم لصاحبي ده هو. فقالت ام جعفر الموعظة، يقول لك القصة دي كلها عشان نوصل للكلمتين دول. قالت هذا طلب من فضل الله فأغناه الله ونحن لم نقصد غناه، وهذا طلب من فضلنا فحرمه الله من حيث أردنا غناه. فإذا سألت فاسأل الله. الله سبحانه وتعالى يحب أن يسأل. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وأنا عاوز نقول لك كلمتين يا ريت تاخدهم من الكلام ده كله. سيبك من اللي عدى وخليك في الكلمتين دول. هناك ذنوب لا تكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا التوبة ولا الندم ولا الاستغفار. يا سبحان الله، ذنوب اذا كان ربنا بيقول في القرآن الكريم
ان هو هيقبل التوبة من عباده، وهو الذي يقبل التوبة سبحانه وتعالى. اللي بيتوب ربنا بيقبلها. قال له امال ايه الذنوب دي؟ ذنوب لا يكفرها صلاة مهما صليت، ولا صيام مهما صمت، ولا حج مهما حجيت، ولا توبة ولا ندم ولا استغفار. ما هذه الذنوب؟ مظالم العباد وحقوق الناس، لا يكفرها الا شيء واحد، ان ترد الحق الى صاحبه. انا عايزك توحد الله، هي دي الكفارة الوحيدة. وخلي بالك مش هيضيع ناس كتير من أمة محمد الا المشكلة دي، الا الطمع في حق الاخرين. انك تطمع في حق اخوك، انك تطمع في حق اختك، انك تطمع في حق جارك. مظالم العباد وحقوق الناس ما فيش حاجة تكفرها ابدا الا ان ترد الحق الى صاحبه. وعاوز نقول لك كلمتين. اذا بلغ الظلم مداه، كنت ظلمت بنتك او ظلمت اختك او ظلمت جارك او ظلمت ولدك او ظلمت ابوك او ظلمت امك، اذا بلغ الظلم مداه وتناسى الظالم الاله وانتهكت حرمات الله ولم يجد المظلوم ناصرا الا الله، عندها يتدخل الاله. ويا ويلك لو ربنا تدخل علشان يخلص الناس منك. اذا بلغ الظلم مداه وتناسى الظالم الاله وانتهكت حرمات الله ولم يجد المظلوم ناصرا الا الله، عندها يتدخل الاله. فاني اقول لك ولنفسك، خلص نفسك هنا احسن ما هتعرفش تخلص نفسك قدام. الخلاص هنا ما فيش اسهل منه. لو واحد زعلان منك ممكن تبوس على راسه هيقول لك خلاص. اختك لها حاجة عندك لو وديتها هتقول لك خلاص يا اخوي. اخوك جاير عليك اديله حقه واطلب منه السماح، لانك يوم القيامة لازم تتذكر انك بعد ما تخلص الحساب وبعد ما تخلص الميزان تتحاسب وتوزن. ما هو الحساب للتقرير، عملت ولا ما عملت. الميزان للتقدير، الحسنة دي بكام ودي بكام. بعد ما تخلص الحساب وتخلص الميزان هتدخل على القصاص. تدخل الجنة تلاقي قنطرة عليها جماعة من الناس. تريح فين؟ رايح الجنة. يقولوا له قبل ما تخلصني هتروح الجنة، قبل ما تخلصني هتجد كل من ظلمته وكل من تعديت عليه مستنيك على هذه القنطرة. اختك اللي لها ميراث هتلاقيها مستنيه. عمتك اللي انت واكل حقها هتلاقيها مستنيه. الناس اللي انت قطعت الطريق بتاعهم ونزلت ارضك هتلاقيهم مستنيين.
كل من ظلمته ستجده يقتص منك امام الله. فندعو الله العظيم، ندعو الله بقلوب خاشعة ان يرزقنا القناعة. اللهم ارزقنا القناعة وحببنا في صلاة الجماعة. اللهم انا نتوجه اليك ونسألك باني اشهد انك انت الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ان ترحم حبيبي الحج عبد اللطيف. اللهم نور له قبره ووسع له قبره. اللهم قه فتنة القبر وقه عذاب القبر وقه عذاب النار. اللهم اجعل هذا اليوم من اسعد ايامك، واجعل هذه الليلة من اسعد لياليه يا رب العالمين. اجعل يا ربنا مرضه في ميزان حسناته. اللهم يا رب كل شيء لا تسأله عن شيء، اللهم اغفر له كل شيء. اللهم اكتبه عندك من الشهداء، فإن حبيبك رسول الله قال المبطون شهيد. فاللهم اكتبه عندك من الشهداء، وسع له قبره، نور له قبره. اللهم صبر اهله واولاده وزوجته. اللهم افرغ عليهم صبرا. اللهم اجرهم في مصيبتهم وعوضهم عنا خيرا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، ونأسف ان كنت قد اطلت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.